السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ والله كيف الحال؟ الله يطول لي عمرك عليك. ويخليك، نحمد الله ونشكره، لله. بارك الله فيك. استاذ والله يعني الفيديوهات ديالك في التيك توك وفي جميع وسائل التواصل الاجتماعي يدير واحد الشكل ديال خلقات واحد الانتشار كبير خصوصا في الاونه الاخيره. نعم. يعني كتهضر على المغرب، كتهضر على المدن المغربيه، تجربتك نعم. في المدن المغربيه يعني مقارنه مع المدن اللي كنتي فيهم من قبل. نعم. يعني كتهضر لنا في الاول، تعرفنا براسك. أول شيء أنا أحمد الحربي من الكويت، مشهور بصج والله في التواصل الاجتماعي، الانستغرام وسناب شات والتيك توك على راسهم. فهذا اللي يعني الشيء اللي أنا أعرف نفسي فيه. شحال هذه وانت في المغرب؟ أنا أجي المغرب من زمان، لكن بديت كصناعة محتوى في المغرب سنة تاريخ 2023 23/4/2023. بديت كأول يعني شخص من دول الخليج يجي حق المغرب ويكون صانع محتوى في المغرب. يعني جيتي يعني خصيصا لصناعه المحتوى ولا عندك لا، صناعة المحتوى وإظهار يعني ما هو أي شيء متعلق في المغرب، عادات، تقاليد، المطبخ المغربي، الصحراء المغربية. مشينا للصحراء المغربية، دشينا آخر الحدود في الصحراء المغربية، وصلنا لمدينة القرقرات، الصحراء، مدينة العيون، مدينة الداخلة، قليميم، ورحنا للشرق، وصلنا للشرق، اللهم لك الحمد. والآونة الأخيرة قبل سنة تكرمت بدرع خريطة المغرب، ختامي خريطة المغرب كاملة. نعم. يعني كيف جا الاختيار ديال المغرب مثلا؟ واش شي حد اللي قال لك مثلا من الاحسن المغرب ولا الاختيار ديالك مثلا؟ لا، انا الاختيار ديالي، وما اكلمكم بالدارجه بعد. عرفنا الدارجه كتهضر هي تقدر تهضر بالدارجه؟ لا، اتكلم بلهجتي عشان الناس تعرف ان الله يسلمك. انا اخترت المغرب، وكأي صانع محتوى يجي للمغرب يحب يكون في المغرب. ليش؟ لان المغرب هو يصنع محتواك. اي مكان حاليا تقدر انت كصانع محتوى تصور فيديوين وثلاثه في المغرب، فهذا جنة. المغرب جنة صانع محتوى، ما بالك من طيبة الناس ويعني مودة الناس، اللهم لك الحمد. انا كل مدينة امشيها في المغرب لي ناس وربع واخوان، وانام عندهم وامشي معاهم واكل معاهم. حتى الناس شكوا، اللي يقول انت امك مغربيه، او انت تقول اصلك مغربي، او انت متزوج مغربيه. فاعلن انا ما انا متزوج مغربيه، ولي الشرف اني اتزوج مغربيه، ولا امي مغربيه ولي الشرف اني اتزوج مغربيه. انا ما عندي اي اصل في المغرب، لا من ام ولا من اب. يعني فقط حب لهذا البلد، فقط حب لهذا البلد وعشق لهذا البلد، اللي صرت واحد من عندهم الحمد لله. بس استاذ والله يعني بغينا نهضروا نعرفوا اولا المدن، او مثلا اول مدينه مثلا زرتيها في المغرب. اول مدينه زرتها في المغرب اللي هي طال عمرك كازابلانكا، قعدت فيها كم يوم، وبعدين مشيت مراكش والرباط مده اسبوع، بعدين رجعت. وانا بمطار كازابلانكا، مطار محمد السادس، وانا داخل المطار اول مره اجي للمغرب، حجزت عودتي الى المغرب وانا داخل المطار بعدها ب14 يوم. يعني ما سخيتيش؟ لا، رجعت ما اعرف ولا شيء في المغرب، اللهم لك الحمد. خذيت اغراضي، نزلت في مطار كازا، الناس ساعدوني، اجرت سيارتي واتجهت اول شيء الى مدن الشمال. ختمت مدن الشمال كامله، من بعدها شرق، يعني من بعد كل يعني شهرين ثلاثه اكون في يعني جهه معينه، وختمت، اللهم لك الحمد. وحاليا مستقر في اي مدينه؟ حاليا انا مستقر في الكويت. بس اي نعم، بس انا اجي الاكادير كثير. انا افر المغرب كامل، لكن انا راحتي واستقراري موجود في اكادير، يعني راحتي النفسيه انا موجوده في اكادير، اللهم لك الحمد. واكيد هذا كيظهر مثلا في الفيديو الاخير اللي انتشر على التيك توك، ولا اللي بغى يموت يموت، اللي يموت الله يرحمه، والمريض الله يشافيه. اهم شيء واحد، من بعد يوم نستانس ونجوي مع راسك على قولته، وبعدين الله يحلها. هذا الفيديو بالخصوص يعني لقى واحد الاقبال حتى ولا ترند يعني على التيك توك. هو كثير، التعبان يسافر المغرب، المريض نفسيا يسافر المغرب، فيديوهات كثيره ما تنعد ولا تنحصى، اللهم لك الحمد. هذا الحب والتصوير العفوي، وخلي نيتك بيضة مع الناس، واللهم لك الحمد والشكر. وبالخصوص يعني درتيه في المدينه ديال اكادير، بغينا نعرفوا مثلا كيفاش، او لا مثلا شنو المميزات ديال المدينه ديال اكادير؟ مدينه اكادير مميزه في ناسها، مميزة الطقس اللي طول السنة طقس واحد، لا حر ولا بارد، أكلها، طبيعتها، بناسها، بنظافتها. هذه مدينة أكادير. مدينة أكادير على قولتكم ولافة، فاللهم لك الحمد. الحمد لله. اللهم. وعلى ذلك مثلا الموضوع اللي ذكرتك قبيله هو انه مثلا، وقالوا شحال من ديال صناع المحتوى يعني الاجانب قالوا بانه مثلا بمجرد ذكر اسم المغرب مثلا في الفيديو كيطلع ترند على السوشيال ميديا. طبعا يطلع ترند على السوشيال ميديا. اذا انت قصدك، ما شاء الله عليك ماهر في هذا السؤال، اذا قصدك ان جايين احنا ناخذ يعني مشاهدات من المغرب، لا، احنا جينا من المغرب اول شيء من غير دعوه رسميه،
وجينا المغرب من غير دفعات ولا صرفنا ولا فلس. انا الارقام اللي صرفتها في المغرب والاستثمار اللي سويته في المغرب ما حاب اني اذكره، والفلوس اللي سويناها محتوى حق المغرب هذا الشيء اللي سوانا. لا دعمتنا وزارة السياحة ولا دعمنا اي شخص، روجنا المغرب من مالنا الخاص، حبنا للمغرب فقط لا غير. اي شخص يجي يقول انا ساعدت دعمت مشاهير الخليج انهم يجون ويصنعون صناعة محتوى، هذا غير صحيح. هو أول صانع محتوى خليجي يدخل المغرب أنا، ومن بعدي صناع المحتوى، ولي الفخر أنهم جو من بعدي لأن شافوا فيديوهاتي ويعني أخذوا كلامي وجو المغرب. الحمد لله. واكيد يعني مرحبا بجميع صناع المحتوى، يعني سواء كان صانع محتوى او لا، يعني مواطن عادي، هذا مرحبا بالجميع. الله يطول لي عمرك، شكرا لك وربي يحفظك. الله يبارك فيك. الله يسلمك، مرحبا، الله يطول لي عمرك، شكرا. الله يسلمك.